السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي جاوبوا إجابات صحيحة عن المسابقة اللي فاتت. تعالوا مع بعض الأول نشوف المسابقة كانت إيه وإيه هي إجاباتها الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن قطعة وفيها 4 فراغات، واللي هو السؤال الثاني عندنا في امتحاننا. تمام؟ تعالوا نشوف القطعة كده، يا ريت الكل يركز معايا، اللي جاوب واللي ما جاوبش عشان يستفيد برضو. هيثم is only 18 years space، طبعا years old. number 1 هتبقى old. he space an app عفوا he created، يعني ايه؟ يعني انشأ او ابتكر an app تطبيق last year. it helps people، بتساعد الناس space their school work، ينظموا. تمام؟ organize and homework. his friends أصدقائه liked it too، أحبوه أيضا. so he allowed them، لذلك هو سمح لهم to use it. they have considered him، هم اعتبروه. خلي بالك considered have considered مضارع ايه؟ تام. هنا consider يعتبر. اعتبروه a good model، نموذج جيد. ايوه since that time. الجملة الأخيرة دي في ناس كتير أخطأت فيها. since that time. بنبارك لكل أبطالنا، أبطال القناة اللي قدروا إن هم يجاوبوا عن الكويز ده، وأنا سعيد جدا بكمية التفاعل اللي كانت على الكويز ده. تعالوا مع بعض ندخل لوحة الشرف للقناة، وهنبدأ بتكريم أول طالب قام بالتعليق بالإجابة الصحيحة، وهو الطالب عمار الجعيدي. يحيى محمد، مي علي محمد، ملك مسعد عبد المنعم من الجيزة، جنى محمد اسماعيل من الشرقية، أماني سالم من الشرقية، مريم رجب من الفيوم، ملك أحمد مصطفى من أسيوط، كنزي علي من الجيزة، فرح أيمن إبراهيم من الجيزة، آية ياسر محمد من سوهاج، ساندي رفعت، إسراء رضا كحيل، غدير عادل جمعة من الجيزة، ملك محمد الماحي إيتاي البارود، استبرق ياسر من أسيوط، سما محمد حسين من الإسماعيلية، خالد وائل خالد من كفر الشيخ، عمر الناصر من الدقهلية، محمد علي سعد من بني سويف، أحمد هاني عبد الله، آية عبد الرحمن السيد من الإسماعيلية. ألف مبروك ليك وحبتنا، ودعواتنا ليكوا يا رب بدوام التفوق بإذن الله. ما تنسوش تفضلوا معانا لنهاية الفيديو وتجاوبوا على المسابقة بتاعة الفيديو ده. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي. هو عبارة عن امتحان متوقع رقم 2، امتحان كامل على المنهج كله ومطابق لأحدث المواصفات، هنحله مع بعض. أتمنى إن شاء الله إن الامتحان يعجبكم. هو على الترم الأول. إن شاء الله هسيب لكم بقية فيديوهات الصف الثالث الإعدادي، هتلاقوها أسفل الفيديو في صندوق الوصف يا شباب. لو دي أول زيارة لكم للقناة، سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول، ولايك وشير للفيديو، دعم لينا ودعم للقناة. حابب إن أنا أنوه إن إحنا عاملين مراجعات وامتحانات باستخدام برنامج زوم، هتبقى أونلاين إن شاء الله. اللي حابب إن هو ينضم معانا هيلاقي رابط الانضمام اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وكذلك رابط الانضمام معانا لمجموعتنا على التليجرام. بنرحب بيكم هناك. وما ننساش اخواتنا الفلسطينيين من دعائكم، وندعو الله سبحانه وتعالى ان ينصرهم ويسدد رميهم ويثبت اقدامهم. ما تنسوش المقاطعه يا شباب، المقاطعه هي الحاجه الوحيده اللي نقدر نخدم بيها اخواتنا في الظروف اللي هم فيها دلوقتي، بعد الدعاء ليهم ان ربنا ينصرهم سبحانه وتعالى. تعالوا نبدا امتحاننا، بس قبل ما نبدا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. أول سؤال عندنا في امتحاننا هو سؤال الديالوج كالمعتاد. ريم is inviting عزة، ريم بتعزم عزة to her sister's wedding party، على حفلة زواج أختها. أتمنى إن شاء الله إن أنتوا تجاوبوا معايا. هسيب لكم 3-4 ثواني كده قبل ما أنا أجاوب. ريم بتقول good evening عزة. good evening ريم، how are you؟ fine my sister is going to get married، أختي هتتجوز. وبعدين قالت سؤال كده فقالت لها I would love to، أنا أود ذلك. يبقى أكيد عزمتها على الفرح. هتعزمها على الفرح ازاي؟ ها؟ برافو، واختي هتتجوز، يبقى would you like to come؟ would you like to come؟ هل ترغبين في ان تأتي؟ would you love to come؟ تنفع برضو؟ طيب قالت لها I would love to، congratulations، تهانينا. وبعدين سأل السؤال فقالت لها it will be next Thursday، انه سيكون في الخميس القادم. يبقى اكيد متى سيكون؟ متى يعني ايه؟
ايوه when، وبعدين اجيب الفعل الناقص اللي هنا لازم استخدمه، ما ينفعش اجيب اي حاجه والسلام، لازم استخدم اللي تحت. يبقى when will وبعدين الفاعل it وبعدين be احطها، يبقى when will it be. قالت لها I am really happy for you، انا سعيده ليكي. سالتها سؤال فقالت لها at home، في المنزل، يبقى اكيد اين سيكون. اين ايه بقى؟ نفس اللي عملناه فوق when will it be، هنقول ايه؟ where will it be. will ليه يا جماعه؟ عشان بتكلم في المستقبل. وبعدين هنا جاوبت بقى it will. كان هنا في الجمله قبل at home كانت at will be at home، بس هو حذف it will be، انما كان حاططها في الجمله الاولانيه فاحنا استخدمناها في الجملتين. would you invite سما please؟ ممكن تعزمي سما من فضلك؟ فهتقول لها انا اخشى ان انا مش هقدر. ليه؟ علشان بتقول لها I don't know her address، انا مش عارفه عنوانها. انا اخشى يعني ايه؟ I am afraid I can't، انا اخشى يبقى I am afraid I can't. طيب قالت لها you could email her، ممكن تبعت لها ايميل، فهتقول لها ايوه you are right، انت محقه. she is one of my Facebook friends، هي احدى صديقاتي. تمام؟ she is one of my Facebook friends. you are right، انت محقه. ننتقل مع بعض الى السؤال الثاني. السؤال الثاني عندنا قطعة وفيها 4 فراغات، طبعا حفظنا خلاص الأسئلة. بيقول لي I have 3 friends، أنا عندي 3 أصدقاء in England، في إنجلترا. I usually send them space، أنا عادة برسل لهم إيه؟ تمام messages، رسائل. one of them واحد منهم space going to visit Cairo next year، واحد منهم خلي بالك يبقى إيه؟ is going، برافو، is going to visit Cairo next year. We have made some arrangements، احنا عملنا بعض الترتيبات. خلي بالكم انا هسيب لكم ان شاء الله المذكره دي بصيغه الPDF في الرابط اسفل الفيديو اللي حابب ان هو يحملها ان شاء الله. Arrangements we are visiting the space temples and the Egyptian museum. تمام؟ يبقى هنزور ايه؟ visiting the pyramids، هنزور الاهرامات والتمبلز المعابد and the Egyptian museum which are full of، التي تكون مليئه ب نقط treasures. ايوه ancient treasures يعني كنوز قديمه او عتيقه. ancient treasures صفه لكلمه treasures. تعالوا نشوف السؤال الثالث. عندنا قطعه وعليها بعض الاسئله، نقرا القطعه مع بعض. as homework، كhomework كواجب منزلي، احمد's class، الفصل بتاع احمد had to study traffic، كان لازم يدرس المرور in their places، في اماكنهم. The teacher asked them، المعلم طلب منهم to stand outside their houses، إن هم يقفوا خارج منازلهم for 1 hour، لمدة ساعة that evening، ذلك المساء and count the vehicles they saw، ويعدوا المركبات اللي بيشوفوها. vehicles هنا معناها مركبات، يعني cars، يعني buses، تمام، يعني vans. تمام. أحمد's friends، أصدقاء أحمد lived in the town، كانوا أصدقائه بيعيشوا في المدينة. تمام، أصدقائه كلهم كانوا إيه؟ بيعيشوا في المدينة. while أحمد lived in the country، ولكن أحمد، بينما أحمد كان بيعيش فين؟ في الريف. as هنا لأن معناها because، يعني as his father was a farmer، لأن والده كان فلاح. in the evening، في المساء، أحمد stood outside his house، أحمد جلس خارج منزله. but very few vehicles went past، ولكن مركبات قليلة جدا اللي عدت عليه. after 15 minutes، بعد 15 دقيقة، he saw a bicycle، هو رأى دراجة. after another 30 minutes، بعد 30 دقيقة أخرى، a car drove past، سيارة عدت. finally، في النهاية، he saw a tuk-tuk، هو رأى توك توك. The next day، اليوم التالي، the teacher asked the students، طلب من التلاميذ what they saw، إنهم يقولوا ما رأوه. The students who lived in the town، الأطفال أو التلاميذ اللي عاشوا في المدينة saw 100 cars، رأوا المئات أو 100 سيارة. a lot of buses، الكثير من الأتوبيسات. and lorries، والعربات اللوري اللي هي الكبيرة يعني. when the teacher asked أحمد، عندما المعلم طلب من أحمد أو سأل أحمد، he didn't want to answer، هو لم يكن يريد أن يجيب. then he said I saw one tuk-tuk، أنا رأيت توك توك واحد. one car، سيارة واحدة. and a bicycle، ودراجة واحدة.
All the other students laughed. كل التلاميذ الآخرون ضحكوا. But the teacher smiled and said. ولكن المعلم ابتسم وقال You live in the best place أحمد. أنت بتعيش في أفضل مكان يا أحمد. Think of all the pollution the other students breathe. فكر في كل التلوث اللي التلاميذ الآخرون بيتنفسوه. breathe يعني يتنفس. every day كل يوم. Think how nice it's to live in a place with clean air. فكر إلى أي مدى من الجيد إنك تعيش في مكان with clean air به هواء نظيف. طبعا the main idea of the text is الفكرة الرئيسية هي life in the country الحياة في الريف. Where do most of Ahmed's friends live؟ أين يعيش معظم أصدقاء أحمد؟ زي ما قرينا بيعيشوا في التاون in a town أو in the town في المدينة. How long did Ahmed wait when he saw a car؟ خلي بالك دي تريكاية. كم المدة اللي أحمد بينتظرها عندما شاف سيارة؟ تعالوا نشوف كده. أيوة خلي بالكم في ناس هنا هتقول إيه؟ After 15 minutes. After another 30 minutes a car drove past. يلا نفكر كده. هتبقى الإجابة رقم سي هي الإجابة الصحيحة. ليه بقى؟ لأن بيقول لك هنا after 15 minutes هو واقف دلوقتي بيسجل السيارات. بعد 15 دقيقة رأى إيه؟ بايسكل. وبعد كمان 30 دقيقة يبقى هنضيفهم على 15 يبقى هيبقى 45 minutes 45 دقيقة. ننتقل إلى السؤال الرابع. Why did أحمد live in the country؟ ليه أحمد كان بيعيش في الكانتري؟ أهو بيقول لك لأن هو lived in the country as لأن his father was a farmer والده كان فلاح. بيقول لي في السؤال الخامسة in two sentences في جملتين اتنين summarize لخص the last paragraph in your own words. لخص الباراجراف الأخير بكلماتك أو بعباراتك. طبعا الباراجراف الأخير نعرفه إزاي؟ هتلاقي ده الباراجراف الأول بادئ بفراغ صغير كده. الباراجراف التاني اللي بعديه بيبدأ برضه بفراغ صغير. تمام؟ The next day بيتكلموا طبعا ان في السيتي او السيتيز فيها a lot of cars يبقى فيها a lot of traffics يبقى بتتكلم في much pollution. تمام؟ تلوث اكتر. تمام؟ من الايه؟ من الجزء الثاني اللي هو الريف. يبقى هنقول الاجابه باختصار كده او الجملتين traffic حركه المرور in cities في المدن is more than in the countryside تكون اكتر من الريف. so لذلك they تعدى على المدن they have more pollution المدن بها تلوث أكتر. which place would you prefer to live in the town or the country why؟ أي الأماكن بتفضل إنك تعيش فيها؟ طبعا كلنا هنقول the country. ليه؟ علشان because it has less pollution. يبقى I prefer to live in the country because it has less pollution إنها بها تلوث أقل. ولاحظ استخدام less pollution. تمام؟ لأن pollution اسم غير معدود بتاخد less. space is a place. طبعا سؤال تشوز عندنا 6 أسئلة. أنا عايز منكم إن شاء الله تكتبوا لي في التعليقات جبتوا كام إجابة صحيحة من ال6 أسئلة. هسيب لكم 3-4 ثواني كده زي ما أنا قلت. space is a place هو مكان where you can borrow, save or exchange money. تبدل النقود. exchange يعني يبدل. تمام؟ ده السؤال ده سهل. the bank. مروة has hearing problems. مروة عندها مشاكل في السمع. she can't hear well. ما بتقدرش تسمع كويس. she is a deaf. إنها أصمة. the antonym of the word dangerous. المضاد لكلمة dangerous is أيوة safe. to make a noun from the word inform we add the suffix to make a noun. يلا نفكر في السؤال ده يا شباب. لا في ناس سامع ناس بتقول informal. لا informal يبقى انا كده بعمل صفه مش ناون اسم. لكن information رقم بي هي الاجابه الصحيحه بمعنى معلومات. يبقى انا كده كونت ايه؟ كونت اسم. لكن لو انا قلت informal معناها غير رسمي دي تعتبر adjective وليست noun. ننتقل الى السؤال الخامس. he doesn't like numbers. هو ما بيحبش النمبرز or math problems. he can't be مستحيل يكون mathematician بمعنى عالم رياضيات أو متخصص في الرياضيات. Space is writing or pictures that people draw on walls. ناس بترسمها على الحوائط. أيوة graffiti بمعنى اللي هي الرسومات على الحوائط. graffiti نحفظها يا جماعة الكلمة دي مهمة جدا. The journey often space وجايب لي take 2 hours to إسماعيلية. أيوة برافو سامع ناس شاطرة بتقول takes
مضارع بسيط ومعاه اس، لان the journey مفرد، الرحله تستغرق ساعتين. تمام. takes تستغرق ساعتين الى الاسماعيليه. طيب ده طبعا جداول مواعيد او توقيتات، على طول بتاخد مضارع بسيط. المضارع البسيط هو اما مصدر او مصدر زائد اس. انا هنا ليه حطيت مصدر زائد اس؟ عشان the journey الرحله. space وجايب لي neither my sister and I، خلي بالك في and هنا، like watching TV. تمام. سمعنا الشاطره بتقول both كل من، عشان جايب and كل من اختي وانا بنحب التي في. I was انا كنت amazed by the number of people who came to the festival. هو هنا عايز يقول ايه؟ انا احساسي شعوري ان انا كنت مندهش من الرقم الناس اللي حضروا الفستيفال. مندهش يبقى احساس يبقى بالاي دي على طول، يبقى هنضيف لها دي بس تبقى amazed. انا كنت مندهش amazed. طب لو انا قلت amazing يبقى انا كنت انا المدهش بقى، انا كنت مدهش. لا انا مش مدهش ولا حاجه بالاي ان جي، انا مندهش يبقى بالاي دي. رامي is hungry because he، رامي جعان لانه هو ما كلش يت. خلي بالك في يت في الاخر اهو، يبقى مضارع تام منفي. برافو، هو جايب لي نقطه اهو. تمام. هجيب ان هو ما كلش الغدا بتاعه بعد، يبقى هي بتاخد hasn't، والتصريف الثالث من eat يبقى eaten، يبقى hasn't eaten lunch yet. I جايب لي must go to the cinema but I am unsure، ولكن انا مش متاكد. خلي بالك من unsure هنا، يبقى هستخدم ايه؟ برافو، سامعنا الشاطره بتقول might I might go to the cinema. انا ربما اذهب الى السينما، لان بيقول لي I am unsure، انا غير متاكد. خلاص I am unsure يعني غير متاكد، يبقى احط لها might التي تعبر عن الاحتماليه. ننتقل الى اخر سؤال عندنا. يا ريت يا جماعه تكتبوا لي الاول في السؤال الكوريكت ده جبتوا كام اجابه صحيحه من الخمس اسئله. طيب عايزني اكتب 110 كلمه عن a review about different types of transport. ريفيو عن انواع مختلفه من النقل، او ممكن يجي بالشكل ده review about means of transport، وسائل النقل. هو ده الباراجراف المقترح لكم. طبعا انا بنصحكم تسيبوا فراغ صغير في بدايه اول سطر كده، نسيب فراغ صغير، ده مهمه جدا. نبدا كل جمله بحرف كابيتال ونختمها بفول ستوب او نقطه، السبيلنج يكون سليم والجرامر بتاعنا يكون سليم، وان شاء الله هناخد الفول مارك. في عندي جملتين افتتاحيتين ينفع يتركبوا في بدايه اي باراجراف، تعالوا نقراهم مع بعض ونتعرف عليهم. First of all، اولا I think this topic is very important. انا اعتقد ان هذا الموضوع مهم جدا، دي الجمله الافتتاحيه الاولى. In this paragraph، في هذا الباراجراف I am going to write، انا ساكتب، واجيب بعد كلمه write الحاجه اللي انا هكتبها. A review about different types of transport، مراجعه نقديه عن انواع مختلفه من النقل. تمام. هنقرا بقى بقيه الباراجراف، مش عايز اطول عليكم، تقروه كويس جدا، ولو في كلمات مش واضحه ندور عليها ونتعب عليها يا شباب، لان كل ما بتتعب على الكلمه كل ما بتثبت في ذهنك. كده نكون خلصنا. اتمنى ان انا اكون قدمت لكم حاجه مفيده. يا ريت لايك للفيديو، دعم لينا ودعم للقناه. كلمه شكر منكم لينا هي اللايك اللي انت بتضعها للفيديو يا شباب. تعالوا مع بعض ندخل على الكويز اللي انا عارف ان في ناس كتير مستنياه. today's quiz هو عباره عن 5 اسئله correct، تصويب ما بين القوسين. تمام. دي السؤال التصويب ده من الاسئله اللي هي اللي بتحرك الذهن شويه، فريت نركز واحنا بنحل. I went to the park with a taxi. I visit the citadel، السيتادل اللي هي القلعه. tomorrow I have arranged that، خلي بالك في I have arranged. I last saw Yusuf 3 years for. أحمد able to save the boy yesterday. Either إيمان nor، خلي بالك في nor، يوسف was invited. أتمنى إن شاء الله إن كل أبطالنا أبطال القناة يقدروا يجاوبوا عن ال5 أسئلة معا. ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي انتم منها، وانتظرونا في الفيديو القادم بإذن الله، فيديو التكريم. أنا بعتذر عن البث المباشر النهاردة، حصل مشكلة فما قدرتش أطلع بث مباشر، فبعتذر. إن شاء الله البث المباشر هحاول بإذن الله يوم الخميس، وقبلها هبقى أعرفكم بإذن الله، وهبعت لكم على القناة، وهبعت لكم في الجروبات بتاعتنا على الميعاد بالظبط هيكون البث إمتى إن شاء الله. أشوفكم على خير الفيديو القادم، وحتى حينها أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.